مساء الخير. اتكلمنا في الفيديوز اللي فاتت عن الماركتنج ترندز، واتكلمنا عن شويه تكنيكس كده لذيذه تقدر تستفاد منها في البيزنس بتاعك. زي اتكلمنا عن الامني تشانل ماركتنج، واتكلمنا عن الانفلونسر ماركتنج. تعالى بقى في الفيديو ده اكلمك عن تكنيك من امتع وافضل التكنيكس اللي انت شخصيا بتعجبك. الجوريلا ماركتنج. الجوريلا ماركتنج من اقوى وافضل التكنيكس اللي تقدر من خلالها تفايرل باسرع وقت وكمان باقل تكلفه. فتعالى نتعرف اكتر عن الجوريلا ماركتنج او التسويق الابداعي ونعرف عنه شويه مميزات. قبل ما ندخل في الموضوع تعالى اعرفك اصل كلمه جوريلا. جوريلا ماركتنج او كلمه جوريلا بمعنى سبيسيفيك شويه محدد، وهو عباره عن اكسبريشن اسباني بمعنى كلمه الحرب الصغيره. اما عن الشخص اللي ابتكر المصطلح ده وهو الكاتب الامريكي جي كونراد، وهو استلهم فكره جوريلا من حرب العصابات الصغيره، بسبب ان حرب العصابات كانت بتبدا بطرق مش تقليديه، طرق مفاجاه وكمان بتكلفه قليله. عشان كده هو استلهم فكره الجوريلا ماركتنج، بسبب ان الجوريلا ماركتنج هي فكره جديده مبتكره وغريبه محدش استخدمها قبل كده، مبتكره وكمان بتكلفه قليله، تقدر توصل وتنتشر وكمان تحقق اللي انت محتاجه منها. تعال احكي لك عن ماركتنج كامبين اعتمدت على تكنيك الجوريلا ماركتنج عشان تفهم معايا الموضوع اكتر. في سنه 2010 كوكا كولا صورت ردود افعال لطلبه سان جون في نيويورك، وهم بيشتروا من كوكا ماشين اسمها آلة السعادة. الآلة دي كانت بتطلع لهم منتجات مجانية وهدايا كتير أول ما يشتروا المنتج بتاعهم. كوكا كولا طبعا صورت ردود الأفعال دي ونزلتها على طول على حساباتها الرسمية عشان تطبق تكنيك الجوريلا ماركتنج بحذافيره، وزي ما بيقول الكتاب كده بأقل تكلفة وأفضل عائد وأفضل مردود. الخلاصة الجوريلا ماركتنج هو الخروج عن المألوف، يعني بكل بساطة بأساليب مختلفة بتكنيكس مختلفة تقدر تعمل التسويق الإبداعي الخاص بيك. عشان كده اوعى تنسى، أنا مصطفى خلف ودي سلسلة فيديوهات ماركتنج في الخمسين.